الحال المرأة حركت عرس بسبب الغيرة اللي فيها. عرس النار في الكويت. نجيلو قربوا متابعة وصلوا على النبي وبسم الله نبداو المقطع. نصرة امرأة كويتية عندها طفلين، متزوجة من راجل اسمه زايد كويتي الجنسية. مهم ومع مرور الأيام قرر زايد انه يتعرس بالثانية وقالها لزوجته نصرة كانت تعود عالمة بها عاقب ذا. يا غير نصرة ما تقبلت الأمر وقامت تصكك عليه انه ما يلا يتعرس عاقبها. مان الله اللي عاد تتهد انها دور تخسر العرس. مشيت بولادها وقاست دار اهلها. زوجها زايد ومع ذا كامل من التهجيدات والفقايع زايد حدد موعد عرس ومشى دعوات الناس المقربين منه والناس اللي دورهم يحضروا واللي لو كانوا عارفين بالله يخلق لهم ما هم لا يجوا. بالفعل وفي عام 2009 الشهر التاسع يوم 15 كان يوم عرس زايد واللي حضر له زايد عن 200 شخص ما بين اطفال ونساء ورجال. العليات والتركه في خيمه والرجال واصحاب العريس في خيمه ثانيه. نصرة واللي عارفه موعد العرس بدات خطتها الشيطانيه وهي انها شرات بوشي من ابواش كوكاز زجاجي وملاتهم من قصوار. قاست خيمه العليات واللي فيها العروس وكبت عليها قصوار وثقبت عود عالمه